المهم انك تفتكر ان مش كل صوت في دماغك هو صوت الحقيقة، وان مش كل شك هو دليل على انك فاشل. خليني اقول لك بقى خطة عملية تعملها الشهر الجاي هتقلل عليك الآثار السلبية لنظرية المحتال. أول أسبوع ابدأ بيوميات الانتصارات، اكتب كل يوم 3 حاجات كويسة عملتها. الأسبوع التاني اعمل قائمة بكل الأدلة الموضوعية على نجاحك، اجمع كل الشهادات والخطابات والتقييمات الإيجابية. تالت أسبوع اعمل جلسة مع نفسك واسأل نفسك الأسئلة اللي قلتها وجاوب عليها بصراحة. الأسبوع الرابع ابدأ تحدي نفسك، خد مخاطرة محسوبة، قدم على فرصة جديدة أو شارك في اجتماع أو حتى اقترح فكرة. وبعد الشهر ده هتلاقي الأمور بدأت تتغير. مش هتبقى مثالي بس هتبقى أفضل بكتير. مش هتبقى واثق 100% بس هتبقى واثق أكتر. أنا عاوزك تعرف إن إحنا كلنا في نفس الرحلة وبنمر بيها من وقت لآخر. كلنا بنتعلم وبنتطور وبنواجه الخوف وبنتغلب عليه، وأنت مش استثناء. أنت جزء من رحلة إنسانية كبيرة جدا. الفرق بين الناجحين والفاشلين مش إن الناجحين ما بيحسوش بالخوف، الفرق إن الناجحين بيكملوا رغم الخوف، بيثق في نفسه رغم الشك، بيفضل مكمل حتى لو مش مصدق نفسه. وأنت تقدر على ده لأنك وصلت هنا ولأنك بتدور على الحل ولأنك أهم حاجة مش مستسلم. وده في حد ذاته دليل على إنك مش محتال. أنت شخص حقيقي بيدور على النمو والتطور. النهارده اتكلمنا عن إزاي نتخلص من نظرية المحتال، اتكلمنا عن حلول واقعية وقصص حقيقية وخطة عملية. بس في الآخر أهم حاجة هي إنك تبدأ. ابدأ النهارده، اكتب انتصار واحد بس عملته النهارده، وبكرة اكتب انتصار تاني، وبعده اكتب التالت. وفي خلال شهر هتبقى راكمت 30 انتصار، 30 دليل على إنك مش محتال، 30 دليل على إنك شخص حقيقي بقدرات حقيقية ونجاحات حقيقية. انت مش محتال، انت انسان مش غشاش، انت متعلم في رحله، والرحله دي هي اللي بتخليك اقوى مش اضعف. اكتب لنا بقى في الكومنتس ايه اول انتصار هتكتبه النهارده. عايز اشوف بدايه رحلتك الجديده. وافتكر دايما ان احنا كلنا هنا بنساند بعض في رحلتنا للتطوير والتحسن. رحلتك بدات والاجمل لسه جاي.